السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى، اتفضل. ربنا منن عليا بفتح محل ملابس بفضل الله عز وجل. فموقف مع زوجتي بنتين، واحدة فيهم بتصلي والثانية ما بتصليش، ونصحناها كذا مرة. فأنا بقى قلت لزوجتي أنا همشيها، فبيقول لي ما تقطعش لهم العيش. فبسألك يعني فلتفصل في الموضوع ده. عفوا، تقول ايه؟ موقف المحل اثنين؟ يعني فتح محل ملابس، منن عليا ربنا بمحل ملابس يعني. ايوه. وموقف بنتين مع زوجتي مع مراتي. ايوه. بنتين واقفين مع مراتي يعني بيساعدونا في الشغل. وانت ازاي يعني ملابس نسائيه ولا ملابس رجالي ولا ايه؟ ايوه، لا نسائي، قسم يعني قسم نسائي، واقفين بنتين تاني مع مراتي يعني، واقفين في المحل يعني. مفهوم. بيبيعوا للنساء. مفهوم. وبعدين فيهم واحده بتصلي والثانيه ما بتصليش، نصحها للصلاه مش عايزه تصلي. فانا بقول لمراتي انا همشيها، فبتقول لي كده انت تقطع لكم تعيشها. فبسال يعني في الموضوع. هي مجده في عملها؟ لا، هي شغاله كويسه بس ما بتصليش. وامينه؟ نحسبها ان شاء الله كده امينه. ليس عليك هداهم، بس تشتغل معانا عادي يعني. يجوز. المشكله انك تحافظ على نفسك. تمام.